مصر تغدر بالخليج. سؤال لو اتقال في أي قعدة ممكن يولع الدنيا في ثواني. ناس هتقولك طبعا لأ مستحيل، وناس تانية هتقولك حصل، وتغيرت مواقف مصر في الفترة الأخيرة. بس خليني أقولك من الأول كده بمنتهى الصراحة، الإجابتين دول مش صح ومفهوش أي أساس منطقي، لأنك أصلا بتسأل السؤال بطريقة غلط. ليه؟ لأن احنا متعودين نفكر بعقلية العلاقات الإنسانية اللي هي الأخوة والوفاء والغدر والخيانة ووقفة الجدعنة وكل الحاجات اللي احنا عارفينها ما بيننا وبين بعض. بس أول صدمة لازم تفهمها، الدول مش بشر. الدول مش بتزعل ولا بتسامح ولا بتحب. الدول بتفكر بطريقة واحدة بس، اللي هي المصلحة. طيب تعالى ندخل في العمق شوية. أخطر ملف في المنطقة دلوقتي هو الملف الإيراني. إيران مش دولة عادية. إيران ديت لاعب تقيل جدا في المنطقة، عنده نفوذ وسياسة، وحاجة أكبر من الاتنين دول، عنده طموح كبير في المنطقة. وده اللي خلى العالم كله يدخل في لعبة كبيرة اسمها الاتفاق النووي الإيراني في سنة 2015. بس خد بالك من حاجة مهمة جدا، المفاوضات الأساسية ديت ما كانش فيها مصر ولا الخليج بشكل مباشر. اللي كان على الترابيزة هما أول دولة كانت أمريكا طبعا، بعد كده عندنا أوروبا وحلف الناتو، بعد كده الدب الروسي، بعد كده عندنا العملاق الاقتصادي الصين، وطبعا إيران. يعني اللعبة من الأول كانت دولية وتقيلة. طيب فين مصر من ده كله؟ مصر ما كانش لاعب مباشر في الملف النووي الإيراني، لكن ده ما يعنيش إنها غايبة. مصر بتلعب دور مختلف، تعمل تهدئة وتوازن ومنع تصعيد. ليه؟ لأن مصر شايفة إن أي مواجهة كبيرة في المنطقة مش هتكون مواجهة عادية، دي ممكن تولع الإقليم كله. طيب الخليج عمل إيه؟ دول زي السعودية والإمارات كان عندهم لفترة طويلة رؤية واضحة. إيران يعني تهديد مباشر، فكان في تصعيد، في تحالفات، وفي ضغط سياسي، ومواقفهم كانت حادة. طيب اللي حصل بعد كده إن مع الوقت بدأ يحصل تحول كبير جدا. وصلنا لمرحلة مفصلية في سنة 2023، وده كان اتفاق السعودية وإيران. وده كان معناه إيه؟ أو ده بيرمز لإيه؟ معناه إن نفس الدول اللي كانت بتتصادم بدأت تقرر تهدي، لأن التصعيد ببساطة جدا مكلف جدا، والمنطقة كلها كانت على صفيح ساخن. طيب مين اللي لعب دور في التقريب ده؟ كان في لاعب مهم جدا على الساحة، وطبعا هو الصين. الصين دخلت كوسيط، مش عشان حب، لكن عشان استقرار المنطقة كلها ومصالحها الاقتصادية. طيب نرجع للسؤال الأساسي، اللي هو هل ده معناه إن كان في غدر؟ هل مصر غدرت فعلا بالخليج لأنها ما دخلتش في التصعيد ده؟ نقول الحقيقة بمنتهى الصراحة، مفيش حاجة اسمها غدر في السياسة، في حاجة اسمها مواقف مختلفة حسب المصالح. الخليج في وقت من الأوقات كان شايف التصعيد ضروري، ومصر كانت شايفة إن التهدئة أأمن. لكن المفاجأة إن الخليج نفسه مع الوقت بدأ يقرب من نفس فكرة التهدئة. حتى باكستان وأطراف تانية في المنطقة كلهم بدأوا يتحركوا في نفس الاتجاه، تقليل التوتر مش إنهائه. وده يعرفك قد إيه رجاحة العقل السياسي في مصر وخبرته الطويلة في الملفات اللي بالشكل ده دايما بتثبت صحة مواقفها، اللي أحيانا كتير بتتفهم غلط. بس لازم نفهم برضو نقطة مهمة، اللي حاصل مش صلح كامل ولا تهدئة كاملة ولا حرب كاملة، ده اسمه نقدر نقول كده إدارة
صراع، يعني الخلافات موجودة والشك موجود، لكن التصعيد بيقل. طيب هل ده معناه ان الدنيا كده في امان؟ ببساطة لا طبعا، لان جذور الخلاف لسه موجودة، النفوذ لسه في تصارع عليه، والملفات لسه مفتوحة. بس الفرق الوحيد دلوقتي ان الكل قرر يهدي الصوت شوية. فلو رجعنا للسؤال الاول، هل مصر فعلا غدرت بالخليج؟ الاجابة اللي لازم تتفهم كويس، مصر ما غدرتش ولا عمرها بتغدر، والخليج ما تغدرش بيه، بس كل طرف اختار طريق مختلف في وقت معين، وبعدين الطرق بدأت تتلاقى وتقرب من بعضها من أول وجديد. وفي الآخر المشكلة مش في الدول، المشكلة إننا لسه فاكرين إن العلاقات الدولية شغالة بعاطفة المجتمعات أو الشعوب، مش بحسابات السياسة. وإنت تقدر تقول أنت شايف اللي بيحصل ده تهدئة حقيقية ولا مجرد استراحة قبل جولة صدام جديدة؟ مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.